تفتكر ليه بصمة الموبايل مش شغالة؟ وتفتكر هل أي شاشة أوليد تبقى زي التوكيل؟ العميل ده كان مغير شاشة قبل كده أوليد فعلا بس درجة أقل من التوكيل. النتيجة طبعا إن البصمة كانت تحت الشاشة مش شغالة. النهاردة هنشوف الفرق الحقيقي بقى بين الشاشة الأصلي التوكيل والشاشة اللي هي بدرجة تانية، علشان خاطر تعرف الفرق ما بين ده وما بين ده. وخلي بالك الفرق مش في الشكل بس، الفرق في الأداء والتفاصيل الصغيرة اللي محدش أصلا بياخد باله منها. معانا هنا جهاز فيفو في 20 اس اي. الجهاز كان مغير الشاشه قبل كده اوليد بس مش توكيل. السطوع طبعا كان اقل، الالوان مش مظبوطه 100%، واهم حاجه طبعا البصمه اللي تحت الشاشه ما كانتش شغاله خالص. ودي مشكله بتتكرر كتير جدا. ناس كتير بتفكر طالما الشاشه دي اصلي اوليد فخلاص كده هتبقى زيها زي الاصليه، ولكن طبعا في الحقيقه في درجات وفي جوده مختلفه تماما ما بين الاصل اوليد وما بين الاصل التوكيل، في الالوان، في التاتش، في تشغيل البصمه. هنا انا بدات بقى ان انا افك الجهاز بهدوء خطوه خطوه علشان خاطر ما اثرش على اي فلاتات داخليه. وكمان فصلت البطاريه. اول حاجه لازم تعملها تفصل البطاريه عشان ما يحصلش اي مشاكل في البورده. بعد كده طبعا بحاول بقى ان انا افك الشاشه القديمه وبعمل تيست على الشاشة الجديدة قبل ما بلزقها وقبل ما بقفلها. وكمان أول لما بعمل تيست وبركب الشاشة لازم أنضف كويس جدا المنطقة اللي تحت البصمة علشان خاطر تبقى بتورم معايا كويس جدا. وبعد كده أركب الشاشة الأصلية وأعمل كاليبريشن وأعمل تيست على البصمة. وبعد كده أعمل تيست على السطوع بتاع الشاشة وعلى استجابة التاتش. مجرد ما بركب الشاشة الأصلي التوكيل لازم أثبتها كويس جدا عشان ما يحصلش بعد كده أي مشاكل أو اللزق بتاع الشاشة يفك تاني. هنا طبعا مجرد ما البصمة بتشتغل معانا أنا خلاص كده اتأكدت إن الشاشة كويسة مفيش فيها أي عيوب، مفيش فيها أي مشاكل. بعد ما بتأكد طبعا من الشاشة ومن التاتش ومن الألوان ومن كل حاجة بقفل الجهاز تاني بعد ما بخلص كل الاختبارات اللي أنا بعملها دي، وبتأكد إن الجهاز رجع سليم وزيرو زي ما كان. الموضوع بقى بالخلاصة وبالكلام المختصر كده، مش أي شاشة أصل أولد تركبها تبقى أنت متخيل إن هي هتبقى زيها زي التوكيل. لازم يبقى في فرق، زي ما في فرق في السعر فأكيد هيبقى في فرق في الأداء، هيبقى في فرق في كل حاجة، وكل حاجة هتديك مميزات على قد الفلوس اللي انت بتدفعها في الجهاز. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات كنت تعرف ان في فرق كبير قوي كده ما بين الشاشة الاصلي اولد والاصلي التوكيد.